بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر الدكروري من مكتبة المنصورة. النهاردة يا جماعة هنشرح تنزيل سوفت هواي اللي احنا كنا نزلناه اللي هو الMTC، وعايزين نرجعه اللي هو الراوتر 532 هواي، وعايزين نرجعه السوفت الأصلي بتاع شركة تيداتا. هنفتح طبعا السوفت، نعمل له ريزيت ونكتب بال192.168.1.1 وندخل على صفحة الراوتر اللي هو بلغتين أو أي لغة أيا كان احنا نزلنا السوفت بتاعه، وهنكتب أدمن والباسورد بتاعه هيكون أدمن. تمام، ونعمل لوج ان. طبعا يا جماعه كده لو هو ما دخلش معانا هعمل الباسورد القديم بتاع الدخول. تمام كده يا جماعه انا كتبت ادمن والباسورد بتاعه ادمن. المشكله كانت قبل ناس كتير عشان بيخشوا ما بيسجلش معاهم دخول. هغير المتصفح او افضي الكوكس بتاع المتصفح باللي هي كنترول شيفت ديليت يا جماعه، وافضي الكوكس بتاع المتصفح ده. طيب انا دلوقتي حاليا مش هفضي الكوكس، وهروح على متصفح تاني واعمل نفس بيانات الدخول 192.168.1.1 ما كنتش مسجل فيه قبل كده بنفس الدخول بتاع الراوتر. فهكتب هنا كلمة ادمن وارجع تاني هكتب ادمن. طبعا يا جماعة لما احنا دخلنا بالمتصفح القديم كنت داخل بيه بيوزر نيم متغير عن ادمن، فمرضاش يدخل معايا مسيف الباسورد القديم. وافضي الكوكس زي ما شفنا الطريقة بكنترول شيفت ديليت، هيجيلك مكان الكوكس تفضي الكوكس المتصفح، او تعمله على جهاز تاني متكونش فتحت عليه الراوتر ده قبل كده. واقول لوج ان دخول. يا جماعه نكمل الطريقه. الراوتر دخل معايا اهوت، او لما ضغطش معاك او ما دخلش هتعمل له ريزيت من الزرار بتاع الراوتر من تحت، هيرجع معاك عاد ضبط المصنع خالص، وتبدا تخش بادمن هيفتح معاك. بكده معاك طريقتين، وفي طريقه ثالثه ان انا اكتب هنا كلمه ابديت الابلود بتاعه المتصفح نفسه على طول، يعني الاي بي وجنبها كلمه ابلود، هيجي لك مكان السوفت وير على طول مكانها. فطبعا احنا خلاص دخلنا على مكان الراوتر وفيرجن الراوتر اهو يا جماعه. هنيجي نرجع له السوفت الاصلي بتاع تيداتا تاني. هنرجع نختار اخر اختيار هنا دوت، فكان يختار الديفايس، ونيجي كلمه فروم وير ابجريد ونختار شوز فايل، ونيجي على سطح المكتب مكان الملف اللي انا هرفعه اللي هو بتاع تيداتا تاني السوفت، واقول له بعد كده خلاص الملف يا جماعه نزل اهوت في الفايل. هقول له سوفت وير ابجريد وما لعبش في اي حاجه في الراوتر لحد ما يعيد نفسه تاني خالص ويبدأ يشتغل ويجيب صفحة بتاعة الدخول يوزر نيم والباسورد. حوالي من دقيقتين لتلات أربع دقايق بالظبط، لا أكتر ولا أقل. شوف بنج الراوتر 192.168.1.1 مسافة شرطة تي. يا جماعة نعدي معانا بنج، هو لسه في الريكوست. أول ما يعدي بنج يبقى الراوتر كده معانا اشتغل. الأمر اللي بيتكتب بنج مسافة 192.168.1.1 مسافة شرطة تي، اللي هو الأمر بتاع الاي بي بتاع الراوتر. كده يبدأ يحاول معانا يخش اهوت. أول ما يبدأ الاي بي يعد معانا على طول يبقى كده الراوتر فتح الصفحة بتاعته، أو الصفحة دي تتغير الصفحة بتاعة اللي هي الرئيسية يوزر نيم والباسورد. تمام كده يا جماعة الصفحة الراوتر بدأ يعد اهوت معانا. هنسيبه لحد ما يعد معانا خالص البنجات من غير تقطيع. تمام، فأنا ما غيرش المتصفح، ما غيرش على كده يا جماعة. الصفحة رجعت تاني اهيت. هكتب هنا كلمة ادمن والباسورد بتاعها ادمن، هقول لوج ان دخول. طبعا جات لي يا جماعه هي بتاعه اللي هو الشعار لسه ما اتغيرش. اول ما اخش في الصفحه من جوه هيتغير الشعار اللي احنا كنا عايزينها، هي بتاعه كلمه داتا زي ما هي ما اتغيرتش. اقول له بس كليك هير طبعا عشان ما فضلش كوكس ده المتصفح، فالشعار ده لسه موجود. تمام كده يا جماعه الاختيار بتاع اللي هو ستوب بران ويزارد اهوت والسوفت اهو. تمام، هنختار دي تاني اهي الاختيارات اللي احنا كنا عايزينها او كانت موجوده. طبعا يا جماعه الاختيار بتاع رفع السوفت وير تاني مش موجود الا لما انا اعدل
الاختيار بتاعها كان طبعا الاختيار ده مهم جدا في السوفت. الكلمة دي دوس اتاك يا جماعة، دوس اتاك. وفي اختيار تاني هغير بقى المتصفح وابدأ اخش اللي هو 192.168.1.1 والدخول. تمام، اكتب كلمة ادمن يا جماعة. نفس الاختيار اهوت. انا عايز بس اغير الشعار نخليه بتاعتي داتا. انا اعمل ستوب واعمل ريزيت اهو يا جماعة. بعد ما عملت المتصفح او عملت الريزيت للراوتر رجع الشعار بتاعتي داتا تاني اهوت. واكتب اليوزر نيم والباسورد ادمن واللوج ان. هيجي لي صفحه اللي هي بتاعت اكتب يوزر نيم والباسورد على طول. طبعا انا عايز اشوف السوفت وير من جوه، اقول له كليك هير. طبعا يا جماعه الاختيار اهوت اللي كان بيبقى فيه السوفت اللي نازل منه السوفت وير، او اعمل سوفت وير للراوتر اهو ديفايس والفروم وير. تمام. طب نيجي بقى على الديفايس اللي هي الاختيارات اللي احنا كنا عايزينها او المطلوبه عند ناس والناس كانت عايزاها لغرض معين. الفاير وول دوس اتاك، ده اول اختيار. طبعا له خصائص واختيارات تانية، في ناس عارفاها وناس مش عارفاها، دي لها حاجة تانية. وهنا الفلتر اللي هي الخصائص المضافة. في خصائص مضافة في هنا في النات مالتي نات يا جماعة، اللي هي مالتي نات مش موجودة في أي راوتر تاني إلا السوفت الأصلي بتاع الشركة. طبعا يا جماعة السوفت ده أنا رفعته من على المتصفح، ما خدتوش بإبريما كو باست والنكات بتتغير والبورتنج اهيت. هو المطلوب بس في السوفت ده مالتي نات. السوفت المطلوب في 531 كل اللي يهمنا احنا غيرنا الشعار بتاع دي ترجع اصلي زي ما كان، وهي كلمة رانس تاب ويزارد اوتوماتيك تسطيب. ده اول اختيار. تاني اختيار في الخصائص اللي الناس كانت بتحتاجها، هما الاختيارين اللي شاورت عليهم دولت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بدر الدكروري من نيكوتيك المنصورة، والسوفت الاصلي بتاع شركة تي داتا. بعد ما تنزل اي سوفت تاني غير سوفت الشركة وعايز ترجعه للشركة تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.